اسالك سؤال يا عم الشيخ. اتفضل يا بني. هو الشغل بقى حرام؟ لا حول ولا يا هلا يا هلا، اهلا بيكم في حكايه جديده مع بيرفكتو. المره اللي فاتت اتكلمنا عن ازاي تحضر نفسك للانترفيو وازاي تذاكر. لو ما شفتش الحلقه دي ارجع واشوفها. وخليني ابدا الجزء الثاني بسلام من الله عليكم ورحمه الله وبركاته. المره دي بقى هتكلم عن انت تعمل انترفيو. خلاص انت رحت الشركه وانت في المقابله، تعمل ايه وتتكلم ازاي وايه التفاصيل. طيب، اولا كده انا هرجع معاك خطوه لورا، ولازم اقول لك ان لبسك حتى لو الشركه ما حددتش تلبس ايه، حاول تلبس سيمي فورمال. يعني ايه سيمي فورمال يا معلم؟ يعني بكلمك في اقلها قميص، بلاش تلبس تي شيرت او تلبس اي حاجه كاجوال او تحس ان الموضوع فيه روشنه يا عم سعيد بقى والسلسله لا، انا بكلمك عن اسلوب معين لللبس، لان اللبس مهم جدا، او مظهرك بيدي 80% من شخصيتك او بيدي طابع كبير على اللي قدامك في قرايه شخصيتك. فانت لو شخص روش وبتلبس اللي انت عايزه، بلاش تلبسه في المقابله او حتى في الشغل. وهتكلم ان شاء الله في حكايه جديده عن ايه اللي المفروض الحاجات اللي تتجنبها اول ما تشتغل ان شاء الله. يبقى كده عرفنا المفروض تلبس ايه. طيب، اعمل ايه بقى؟ اول حاجه لازم تعملها، انت اوريدي اتدربت كويس واوريدي عارف المعلومات، يبقى مفيش داعي انك تخاف ومفيش داعي انك تتلجلج ومفيش داعي انك ما تبصش للي قدامك في عينه. لازم تكون واثق من نفسك ولازم تكون متاكد مليون الميه ان الموضوع سهل وان انت هتتقبل. واوعى تحط في دماغك ان انت طب انا هعمل ايه لو ما اتقبلتش، طب انا لو ما جاليش الشغل ده ما انا عندي ظروف. في الاول وفي الاخر يا معلم، انت ما بتروحش المقابله عشان أنت مليون المِيّة متأكد إنك اتقبلت فيها، لأ، أنت بتروح المقابلة لمجرد سعي، جات ما جاتش خلاص، أنت بتعملها وبتقدّم لهم خدماتك. أنا ده اللي أنا باعرف أعمله، أنا مناسب معاكم تمام، مش مناسب الموضوع تمام. لازم ده يكون الطابع بتاعك وأنت رايح، سواءً عقليًا أو سواءً جسديًا. لغة الجسد وأنت رايح لازم تكون شخص قاعد فارد نفسك، رافع راسك، بتتكلم عادي جدًا، ممكن تستخدم إيدك بس بسيط، الbody language بتاعتك بسيطة، ولكن الأهم إن أنت تكون واثق من نفسك، الtone بتاعك، صوتك ما يكونش عالي أوي ولا واطي أوي، شخص بيشرح، شخص بيتكلم بأسلوب واثق من نفسه. تاني حاجة هنخش عليها، وإنك لمّا تبتدي تشرح أو لمّا هو يبتدي يسألك سؤال معين، تعرف تعمل إيه، تعرف كذا، تعرف كذا، تبتدي تقول له الحاجات اللي أنت تعرف تعملها وتختار الحاجات المميزة اللي فعلًا هتميزك عن حد تاني، ودي من الحاجات اللي لازم تذاكرها وتكون محضّرها قبل ما تيجي. يعني ما ينفعش النهارده زي ما قُلت لك قبل كده في فيديو، ما ينفعش النهارده تقول له إن أنا باعرف أعوم أو إن أنا باعرف ألعب كورة وإن أنت رايح تقدّم على شغلانة زي مهندس أو مدرس. لازم تبقى محضّر مهارات ومميزات فعلًا تفرقك عن غيرك. تفصيلة مهمة وهي إنك تعرف إمتى توقّف كلام عشان الشخص اللي قدّامك ابتدى يمِل. يعني إيه؟ يعني أنت لازم تبتدي تعوّد نَفْسك إنك تفهم اللي قدّامك وتقرا اللي قدّامك. النهارده البشر بيبتدوا يطلّعوا إشارات معيّنة عن حاجات هُم حاسّينها. أنت يا عم بتتكلّم كلام كبير واهدى كده وكلّمني إيه في اللذيذ. بُص يا معلم، النهارده أنت لو حاسس إن اللي قدّامك ده بيهري وبيفتي أو أنت مخنوق أو زهقان، هتبتدي ما تبُصّش في عينيه وهتبتدي تبُص في أي حتّة وهتبتدي تبيّن reaction معيّن إن أنت أنا زهقت أو ملّان أو الكلام ده. فالشخص اللي بيعمل لك الinterview أو الHR أو الinterviewer ده، لو حسّيت إن هو ابتدى يدّيك الreaction ده، على طول فورًا ابتدي غيّر الموضوع أو ابتدي غيّر النقطة اللي أنت بتتكلّم فيها لنقطة تانية، ودي حاجة مش هتكتسبها غير بالوقت. بمعنى مهارات إنّك تقرا اللي قدّامك دي بتعتمد على إنّك تقابل ناس كتير، مش بس تقابل ناس كتير، تبتدي تلاحظ كل reaction من ريأكشنات الناس. بمعنى كل ريأكشن من ريأكشنات الناس ممكن على شخص تاني، بمعنى مش كل ريأكشنات الناس واحدة عشان يعبّروا عن إن هُم متضايقين أو عندهم إحساس بالملل أو عندهم إحساس إن هُم مبسوطين، ولكن في معظم الوقت بيبتدوا يتفقوا على إن مثلًا ريأكشن معيّن أنت هتحس إن ريأكشن معيّن لمّا شخص يعمله يبقى هو فعلًا اتضايق فلازم أغيّر النقطة. ولمّا تيجي تغيّر النقطة حاول تغيّرها بصياعة وبذكاء. ما ينفعش النهارده أنا مثلًا باكلمك عن نقطة معيّنة أروح موقّف وداخل في النقطة التانية، لأ، تبتدي تنهيها وتبتدي تدّيها زي صوت واطي وتبتدي تخش في نقطة تانية.
فكأنك كده بتلعب بالكلام، وكأنك بتتحكم في الtone بتاعك وتتحكم في الreaction بتاعك، إنك بتبتدي تنهي موضوع وداخل في موضوع تاني. آخر حاجة عايز أتكلم عليها، وإن لو الموضوع ليه علاقة بلغةٍ ما أو ليه علاقة بقدرة معينة لازم تعملها، وهي مثلًا زي الpresentation زي ما بنقول، لازم تتدرب عليهم كويس، سواء الpresentation أو سواء اللغة. أنا هاعمل إن شاء الله حكاية عن كل واحدة فيهم، لأن الموضوع كبير جدًا. يعني هادّيك تفصيلة صغيرة، الpresentation وأنت بتعملها لازم تكون واقف بأسلوب معين، ولازم تحضّر لها حاجات. أمّا اللغة دي لازم حتى لو أنت مش قوي في اللغة، في حاجات ممكن تعملها تساعدك إنك تعدّي الinterview، ولكن في الأول وفي الآخر لازم تكون مقوّي نَفْسك فيها. أمّا اللغة ليها تفاصيل وليها حاجات معيّنة وليها تدريبات معيّنة لازم تتدرّب عليها كويس جدًا، عشان تعرف تبيّن اللي قدّامك إن أنت كويس في اللغة أو واصل لمرحلة معيّنة، وما تقلقش وأنت سواء بتعمل presentation بلغة أو بتعمل interview بلغة معيّنة. في نهاية حكايتنا ما تنساش تعمل like وshare وcomment لو عجبتك الحكاية.